اللهم راحة بال، وبعدا عن القيل والقال، وبعدا عن هوان الحاجة والسؤال، وثباتا على السكينة بعيدا عن تقلب الأحوال. اللهم حياة كريمة لا إهانة فيها ولا إذلال. اهلا اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني كتير. من اخر فيديو جايلكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس عايزين في اول الفيديو ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويرفع شأنهم ويرحم موتاهم، وان شاء الله ربنا يجعل كيد الصهاينة في نحرهم، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده ابتديت معاكم الفيديو من الفطار بعد ما الولاد كده توكلوا على الله وراحوا المدرسة. طبعا الاسبوع ده كله فيه امتحانات لكل الولاد. رحت قلت كمان انا هعمل فطار علشان اشوف ايه اللي ورايا. عملت كده توست اسمر، يعني بنحاول على قد ما نقدر نعمل اكل صحي. بيض اومليت بالفلفل وكمان جبنة نستون، وزي الفل على كده كوباية مية وعليها معلقة صغيرة من بذور الشيا. بذور الشيا حلوة جدا ومفيدة جدا جدا جدا، تقدروا تعملوا عليها سيرش هتعرفوا كل الفوائد بتاعتها. طبعا بتحطوا معلقة صغيرة على كوباية المية وبتسيبوها يعني حوالي 20 دقيقة كده على ما تاكلوا. بس هتبدأ بذور الشيا تنفش وتعمل طبقة هلامية كده، طبقة من الجيلاتين حوالين البذور، وبتبقى زي الفل وبتشربوها وبالهنا والشفا. وحطيت كمان شيبسي فورنو، حاجة كده مش مقلية فتبقى صحية اكتر. فطرت والحمد لله. قلت بقى ادخل اشوف اللي ورايا. هنا دخلت على الغرفة بتاعتي، كانت محتاجة تتوضب، فقلت بقى ايه اروق عليها ترويقة حلوة كده ونغير الملايات. انا ببدأ بغرف النوم زي ما قلت لكم، علشان لما الولاد يرجعوا من المدرسة او لما باباهم يرجع من الشغل تبقى الاماكن اللي هيرتاحوا فيها نظيفة. تمام. وفرشت معاكم الملاية الجديدة دي، القمر الملاية دي اول مرة افرشها. يعني حسيت ان هو لون كده انا يعني ما استخدمتوش قبل كده، فليه لا يعني لما نجرب الوان جديده. بس عجباني جدا والله ما شاء الله، حلوه قوي وخامتها تحفه تحفه تحفه. المهم خلصت كده السرير وابتديت انضف الكومود واظبط الدنيا. تبدأي بقى تشوفي مثلا علبة مناديل ما فيهاش مناديل تحطي، مثلا حاجة فيها تراب تمسحيها، لمعي وخلي المكان كله مهيأ ونظيف. اول ما تخلصي تنظيف البيت وتنظيف المكان اللي انتي بتروقيه هتحسي براحة نفسية. خلينا متفقين ان طول ما انتي ايدك في البيت مش هتتعبي ولا هتبذلي مجهود خالص. خلصت كده التنظيف ولمعت كل حاجة علشان احس ان كل حاجة حواليا نظيفة وريحتها حلوة. الاتربة لما بتتراكم على الحاجة كتير بتعمل طاقة سلبية، فلازم اول باول ننضف. حتى لو انتي مش هتغيري ملايات ممكن تخصصي يوم بس تمشي على كل الاسطح في البيت، يعني رخامات تسريحة سفرة الحاجات الترابيزات تلمعيها بحيث عينيكي تبقى شايفة الحاجة نظيفة وما تشميش ريحة تراب في المكان من حواليكي. طبعا انا الفترة دي مقصرة كتير جدا في تنزيل الفيديوهات عشان الاحداث بتاعت غزة. فعلا بشوف احداث مؤلمة جدا مش بتخلي عندي اي شغف خالص ان انا اصور. فانا هحاول على قد ما اقدر كل ما اصور حاجة هنزلها لكم، لان بجد الوضع صعب جدا. بس ان شاء الله ان شاء الله نصر ربنا قريب قوي 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 قوي. المهم خلصت، وزي ما احنا متفقين في حاجات كده في الغرف لازم ناخد بالنا منها وتفاصيل صغيرة قوي، زي زراير النور لازم نلمعها مطرح ما احنا بنفتح الإضاءة وبنقفلها، ممكن تكون ايدينا متبصمة. فوق الدواليب لازم يتنضف بصفة دورية. ورا السراير لازم ترفعي السراير دايما حتى لو مرتين في السنة، علشان المكان ده مكان مغلق فما يجمعش أتربة وما يجمعش حشرات. وطبعا لازم 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 نهتم بالحاجات دي كويس جدا. خلصت كده تنظيف وقلت ادي تلميعة للغرفة على السريع. انا مسحت بمية وديتول، تقدري تمسحي بمية وكلور، مية ودوني، مية وخل، طبعا الخل بيعقم، مية وفنيك، اي حاجة متاحة عندك استخدميها. النظافة ملهاش مقاييس ولا ليها معايير ان انضف بكذا او استخدم منتج كذا، وتقدري تستغني عن منتجات كتير جدا، وفي بدايل ليها منتجات مصرية حلوة قوي.
بعد ما خلصنا بقى تنظيف، تيجي الفقرة المحببة إلى قلبي، إن أنا أرش معطر بقى كده في الأوضة وأحس بالنظافة والتعقيم والريحة الحلوة. خلصت الغرفة بتاعتي ودخلت على الليفينج اللي متدمر، اللي مش باين له ملامح ده. ابتديت انضفه. طبعا بصوا المكان اللي او غرفة المعيشة اللي هي بتقضوا فيها طول اليوم، من اكتر الاماكن اللي بتتبهدل، وممكن كمان بتتدمر مش بتتبهدل بس. وهتسألوني ازاي بيجي فرفتة تحت المخدات وتحت الكوشن، هقول لكم معرفش. بلاقي حاجات غريبة والله العظيم لما برفع الحاجات بتاعة الركنة. جبت المكنسة، اسهل حاجة واسرع حاجة وهتنقذك جدا المكنسة. ولو ما عندكيش مكنسة ممكن بفرشة صغنطوطة تبدأي ان انتي تنضفي بيها الركنة او الانتريه او الكراسي يعني. وبلاش التنفيض الكتير في المفروشات عشان الانسجة ما تتبهدلش بتاعة القماش. جيت كمان عند الشابو ده وقلت كده اشوف اي اتربة ولا اي حاجة ننضفها. وكمان الترابيزة هشيل كل اللي عليها ونلمعها كده على السريع، ونبدأ نلمع كل حاجة ونرجعها مكانها على نظافة. قولولي بقى عاملين ايه في الامتحانات والمذاكرة؟ وكلنا مضغوطين وبجد الشهر الاول خلص بسرعة جدا، واتفاجئت ان بالامتحانات ايه ده احنا لسه بادئين دراسة يعني. وربنا ينجح كل الولاد وما يضيعش تعبهم. بجد الترم كبير يعني، الترم الكم بتاع المنهج كبير قوي والوقت صغير، وخلاص تقريبا من اول 11 كده هيبدأوا ان هم يجروا بالمنهج جدا علشان الامتحانات بقى والحاجات دي. فربنا يا رب ينجح كل الولاد ويحسن خطهم، ما يضيعش تعبهم، وان شاء الله تشوفوا ولادكم احسن مما تتمنوا. خلاص لمعت كل حاجة. وبصوا يعني الموضوع ما بياخدش معانا وقت علشان احنا ايدينا في المكان على طول. تمام، نضفنا كده. ان شاء الله عايزين نعمل مع بعض بقى تنظيفات عميقة للشتاء، اللي هو بقى ايه، نمسك غرفة غرفة نروقها ترويقة جامدة. بس يعدي بس اسبوع الامتحانات وان شاء الله هنعمل مع بعض اقوى تنظيفات عميقة ان شاء الله تعجبكم وهتحمسكم جدا. قولولي بقى انتوا اخباركم ايه وعاملين ايه الفترة دي، وحاولوا على قد ما تقدروا ابعدوا عن الحاجات اللي بتضايقكم. انا كل ما بفتح الموبايل او التلفزيون كلها اخبار مش الطف حاجة. مش اخبار غزة بس، في حوادث، في مش عارف اخبار كلها مش حلوة. ابتديت احس باكتئاب رهيب رهيب. نحاول على قد ما نقدر نتابع، بس ما نديش مساحة ان احنا نكتئب. يعني احنا كل اللي نقدر نعمله ان احنا ندعي، ويعني رب الخير لا يأتي الا بالخير ان شاء الله. كل حاجة بإيد ربنا، والدعاء بيغير القدر. ان شاء الله ربنا هيصلح احوال البلاد جميعا. ويعني اتمنى ان يعم السلام كده والهدوء في كل مكان في الارض ان شاء الله يا رب العالمين. خلصت كده الغرفة ونضفتها بالمكنسة. قلت انا بس هلمع الاجزاء بتاعة السيراميك اللي باينة، ورشيت معطر. وبصوا بقى انتوا واحكموا الأوضة قبل ما تتروق وبعد ما اتروقت بقت قمر. قبل ما تتروق دي كانت متدمرة. وخلاص خلصنا وتمت المهمة بنجاح. خلاص خلصت الحاجات اللي عايزة مني تنظيف. قلت بقى خلاص الوقت أزف ولازم أعمل الأكل قبل ما الولاد يرجعوا من المدرسة. وخلي عندك السيستم ده ان انتي تخلصي كل اللي عليكي تنظيفات وتوضيب او حاجات تشتريها قبل ما الولاد يجوا من المدرسة. وكمان تعملي الغدا بحيث لما يجوا يلاقوا الاكل جاهز، وانتي تكوني متفرغة للولاد تشوفي بقى الواجبات بتاعتهم والمذاكرة. وكمان لو في دروس تبقي انتي يعني واخدة بالك منهم، وتحاولي على قد ما تقدري ان انتي تنجزي وقتك طول ما هم في المدرسة وما تناميش. النهاردة بقى هنعمل غدا تحفة، غدا حرش كده وحلو قوي. هنعمل مع بعض كبد وقوانص بالطشة رهيبة. جربوها وانا واثقة ان هي تعجبكم مش هتندموا ابدا. جبت الكبة وحطيت فيها فلفل احمر وحطيت هريسة وحطيت كمان توم
وهفرم الكلام الحلو ده كويس جدا جدا جدا. لو عايزين الوصفة بتاعة الكبدة كاملة، كبد والقوانص دي، هتلاقوها كلها على القناة فيديو منفصل، وان شاء الله هتعجبكم. هاخد الكلام الحلو، وبعد ما جهزنا الطشة بتاعتنا هنركنها كده على جنب، وهنيجي بقى على البوتاجاز عشان نعمل بقى الأكلة بتاعتنا القمر اللي أنا بحبها جدا. تجيبي بقى طاسة كده عميقة، تحطيها على البوتاجاز وتسخنيها حلو جدا. أهم حاجة الطاسة تسخن قوي، عشان أول ما تنزلي الكبد أو القوانص المسام بتاعتها تقفل. حطيت قطعة من السمنة البلدي، طبعا يعني المادة الدهنية دي حاجة ترجع لك انتي، تقدري تحطي زيت، تقدري تحطي زبدة، زي ما انت عايزة. وابتديت هنا كده انزل بالقوانص. طبعا الكبد والقوانص غسلاهم كويس جدا جدا ومظبطاهم وريحتهم زي الفل. تمام، نزلت بيهم كده وعليهم رشة فلفل اسود ورشة من الملح، وهفضل اقلبهم بحيث المسام بتاعتهم تقفل. تمام، اهم حاجة المسام بتاعتهم تقفل واللون بتاعهم يغير. هبدأ اشيلهم من الطاسة على جنب كده، وفي نفس الطاسة هنزل بقى بالكبدة. انا كده خلاص شلتهم في نفس الطاسة زي ما احنا شايفين. هنزل بقى بالكبدة. الكبدة طبعا برضو مغسولة كويس قوي، بس انا مقطعاها قطع صغيرة علشان يعني تبقى القطع مناسبة مع حجم القوانص. وعليها كمان رشة ملح ورشة من الفلفل الاسود، وهديها تقليبة. وخدوا بالكم الكبدة ما بتاخدش وقت في السوى، وكمان ما نقلبهاش كتير قوي علشان ما تتهريش معانا. بعد ما خلاص الكبدة استوت هبدأ ارفعها من على النار، وبعد كده هرجع القوانص مرة كمان في الطاسة. القوانص بتاخد وقت في التسوية اكتر من الكبدة. احنا اول مرحلة قفلنا المسام بتاعها بس، تاني مرحلة هسيبها بقى علشان تستوي. هضيف عليها بقى حبة من البصل متقطعين مكعبات صغيرة، وهضيف فنجان من المية، وهسيبهم يعني يستووا بقى مع راحتهم لحد ما البصل يتهري خالص، وكمان القوانص اتأكد تماما ان هي استوت سوا كامل. بعد كده هبدأ انزل بالكبدة تاني، وهوسع كده مكان علشان احط معلقة من التوم، بس معلقة محترمة شوية، يعني توصي بالتوم على قد ما تقدري. هنشوح كده التوم ونقلب التوم مع الكبد والقوانص، ويا سلام على الروايح الجميلة. بعد كده هنزل بفلفل رومي وفلفل حامي، وهبدأ اديهم تقليبة زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وكمان عليهم رشة ملح، رشة فلفل اسود، رشة قرفة، رشة كزبرة جافة، ونظبط الملح ونقلب الكلام الحلو ده كله مع بعضه. هنرفع بقى الكبدة والقوانص لان هي كده خلاص ما فيهاش اي حاجة. هجيب بقى عندي طاسة وفيها مثلا حبة من الزيت، وكمان عليهم معلقة من السمنة البلدي، واول ما ساحوا كده نزلت عليهم بالخلطة اللي احنا كنا عاملينها في اول الفيديو لو تفتكروا، اللي هي الفلفل الرومي الاحمر والهريسة والثوم، واديناهم بس تقليبة كده لحد ما ريحتهم تطلع. وخلاص على كده انا مش محتاجة ان انا اسبكهم ولا اي حاجة خالص. وبعد ما ريحتهم تطلع انزل بالكلام الحلو ده على الكبد والقوانص، وشموا احلى ريحة بجد. الطشة دي هي سر طعامة الكبد بالقوانص، جربوها ومش هتندموا ابدا، وبجد لو عملتوها بالطريقة دي هتدمنوها. وهنا بقى هنقدم بقى الاكل بتاعنا مع بعض. ويا سلام، انا عملت بقى مع الكبد والقوانص حبة مكرونة سباكيتي كده بالصلصة. تقدري تعملي رز، تقدري تعملي الكبد والقوانص في سندوتشات فينو وعليها طحينة. التقديم ده براحتك انتي وزي ما انتي حابة وزي ما انتي عايزة وزي ما شوقك يجيبك. انا حبيت اعمل مكرونة بصلصة وحطيت عيش وطاجن بقى الكبد والقوانص. بصوا يا جماله، بألف هنا وشفا. اتمنى الفيديو يعجبكم ويكون خفيفة على قلبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وباي باي.